ايه رأيك لو قلتلك ان انت ممكن تفتح حساب توفير في بنك مصر بدون اثبات دخل، وكمان الحد الادنى بتاعه 100 جنيه؟ في الفيديو ده هكلمك على حساب المنجز. حساب المنجز ده من الاخر لو عمرك معدي ال 21 سنة ومصري الجنسية، معاك بطاقة رقم قومي سارية ومعاك 100 جنيه في جيبك، روح فرع بنك مصر وقول لهم انا عايز افتح الحساب ده. الموظف مش هيطلب منك اي اثبات دخل، وحتى لو مش مكتوب لك وظيفة في البطاقة زي ما انتوا شايفين مكتوب على الموقع الرسمي، مش مطلوب منك اي اثبات للدخل. واعرف ناس كتير جدا فتحوه بدون اي اثباتات للدخل. الحساب ده بمنتهى البساطة بيعفيك من المصاريف الإدارية في أول سنة، وبيعفيك من نص المصاريف الإدارية بداية من تاني سنة، وكمان بيعفيك من مصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر اللي على الحساب، اللي هي بتبقى في الغالب كارت ميزة، أو لو حتى البنك متاح فيه كروت تانية ممكن الموظف يطلع لك فيزا أو ماستر كارد، أو ممكن تطلع قدام واحدة على حسابك الشخصي. وتاني سنة بيعفيك من نص المصاريف الإدارية اللي هي بتبقى على حسب البطاقة بتاعتك هي إيه، بيخصم لك نص التمن عليها مصاريف تجديدها السنوية. خلينا بقى نتكلم على شوية خواص خاصة بالحساب ده لازم تخلي بالك منها، وده طبعا طبقا لآخر أسعار وحدود حاليا في الفترة الحالية وقت تصوير الفيديو. مبدئيا كده الحد الأقصى للمعاملات اليومية للحساب ده هو 90,000 جنيه. طبعا الحد الأقصى ده يشمل بقى سواء مشتريات أو تحويلات أو استقبال أو الكلام ده كله. تاني حاجة انه الحد الاقصى للمعاملات الشهرية هي 300,000 جنيه، ونفس الموضوع ده يشمل المشتريات او تحويلات مثلا حاجة زي انستا باي او التحويلات عموما او الاستقبال. والحد الاقصى لرصيد الحساب هو 750,000 جنيه. لو عديت الحد ده اي معاملة آليا هتتوقف. يعني لو انت جيت اشتريت حاجة يوميا وعديت الليمت اللي هو 90,000 جنيه، جيت اشتريت ب100,000 جنيه، هتلاقي المعاملة بتترفض. ليه؟ لان انت عديت اقصى ليميت. نفس الموضوع شهريا، ونفس الموضوع حد اقصى لرصيد الحساب. خلي بالك انه الحساب ده ما بيطلبش اثبات دخل زي ما قلت لك من شوية، وبالتالي ما ينفعش مثلا تتعدى حدود معينة، لانه بعدها ممكن تدخل في مشاكل مع البنك ويقول لك من اين لك هذا. لذلك هي دي الحدود طبقا للحدود في وقتنا الحالي وقت تصوير الفيديو. وبرجع تاني مرة أكد عليك إنه الحساب ده مكتوب على الموقع الرسمي دون الحاجة لإثبات دخل، بس أهم حاجة تبقى معدي ال21 سنة عشان مفيش موظف يضحك عليك ويقول لك ان احنا محتاج اثبات دخل او ضامن. مفيش الكلام ده. فالحساب ده من الاخر كده للناس اللي عايزه تتعامل تعاملات بسيطه وتجيلها حوالات من خارج مصر، لان انت الحساب ده بيديك رقم حساب دولي ايبان، حساب زي اي حساب. وكمان تقدر تفعل التطبيق البنكي وتعرف رصيد حسابك وتربطه بانستا باي، وكل الكلام ده تقدر تعمله كانه حساب بنكي عادي بس في شكل مصغر. وده للناس اللي هي مثلا في بدايتها مش عايزه تفتح حساب كبير، او لو مش عايزه مصاريف اداريه عاليه، او لو مش عايز يحط 3000 جنيه زي الحد الادنى بتاع الحسابات التوفير العاديه. انا شايف الحساب ده مميز جدا. عيبه الوحيد ان هو من اول 21 سنه، طبعا مع العلم انه في فترتنا الحاليه بطاقات الخصم المباشر مش شغاله دولي. انت عايز الحساب ده لاستلام حوالات من خارج مصر او للتعاملات المحليه. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. هتلاقوني سايب لكم كل تفاصيل الحساب ده ورسومه وكل التفاصيل الخاصه بيه في مقاله في وصف الفيديو. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.